بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إن شاء الله تكونوا بخير بنات. وصفتنا اليوم هي كروكي الطبقات، من أروع وأحسن وألذ الوصفات وأسهلها اللي ممكن تجربوها. يجي ما شاء الله، يجي خفيف، طريقة العمل تاعو سهلة، مقاديره بسيطة جدا، ويخرج كمية ما شاء الله. وشوفوا النتيجة أمامكم. قبل أن نبداو الوصفة ما تنسوش البنات ديروا لي جيم، واللي مش مشتركة تشترك وتفعل الجرس. روحوا المقادير وطريقة العمل. عندي 4 حبات بيض، كاس زيت، كاس سكر، ملعقة ونصف كاكاو، 2 أكياس خميرة كيميائية، وفانيليا. البيض تاعي لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، درت له رشة نتاع ملح كما راكم تشوفوا، ودرت السكر عادي حبيبات، ونخلط بالضراب اليدوي. من الأحسن تخلطوه بالضراب اليدوي مش بالكهربائي، هكذاك تحصلوا على نتيجة أحسن وأحسن. كاينين وصفات صح يحتاجوا الباتور، وكاين وصفات من الأحسن نستعملوا اليد فقط. من بعد نبدأ نضيف في الزيت بالتدريج بالتدريج حتى نكمل كامل الكمية. وبعد ما نكمل الكمية ضروري يا البنات تخلطوا جيدا. لازم تتأكدوا إنه الزيت اندمج تماما مع البيض نتاعنا. هنا شوفوا، تحسوا الخليط وانتم تخلطوا، تحسوا بلي الخليط شوية ثقال. من بعد ضفت ملعقة صغيرة فانيليا ونخلط. ومن بعد نبدأ نضيف في الفرينة نتاعي. هنا الكاس الأول مع 2 أكياس خميرة كيميائية، وزن الكيس الواحد 10 جرام، يعني 20 جرام خميرة كيميائية. هذا الكاس الأول تاع الفرينة أو الطحين الأبيض. ومن بعد نضيفو الكاس الثاني، ومن الأحسن نخلوهم ونبداو نخلطو. هنا لازم نبداو نضيفو في الفرينة بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية تتلاصق في اليد، لأنه رايحين نقسموها ونزيدو الكاكاو. هنا نبدا نخلط كما راكم تشوفوا. وهذا الكاس الثالث، وأيضا نخلط. هنا راح نوري لكم أنا شحال داتلي، وانتم تبقى على حساب نوعية الفرينة نتاعكم وعلى حساب حجم البيض. وهذا الكاس الرابع. والعجينة كما قلت لكم لازم تكون تتلاصق في اليد. يعني كملت كامل الكاس الرابع، ونخلط كما راكم تشوفوا، ونشوفوا إذا نزيد ولا لا. هنايا زدت لها ملعقة نتاع فرينة كما راكم تشوفوا، ونخلط المجموع كامل. دالي 4 كيسان وملعقة، وتبقى كما قلت لكم على حساب نوعية الفرينة تاعكم وعلى حساب حجم البيض. ممكن نتوما ديروا بيضات أكبر ولا أصغر. هنايا قسمت الخليط نتاعي بالتساوي. القسم الأول كنت ضفت له ملعقة نتاع فرينة أو الطحين الأبيض، لأنه ياسر يتابعوني مش من الجزائر ما يفهموش واش معناتها الفرينة. وتبقى العجينة طرية حتى وزدنا الملعقة تاع الفرينة. لازم تخلوها عجينة تكون طرية كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش جاية طرية. وأما الثانية زدت لها ملعقة، عفوا ماهيش ملعقة ونصف، ملعقة نتاع كاكاو. ولازم الكاكاو نتاعكم تنخلوه، لازم ضروري انكم تنخلوه. ونحاول انه ندخلوه في العجينة تاعي كاملة. من بعد كل عجينة نقسمها على 2، البنية نقسمها على 2، وأما البيضاء قسمتها على 2. هذا الجزء الأول بديت بذوق الكاكاو اللي فيها الكاكاو، ودرت فوقها هنا هذه اللي البيضاء فاني. حاولوا أنكم تقرصوها بهذه الطريقة كويرات صغيرة. حاولوا أنكم أيضا ديروها مستطيلة. ومن بعد نكمل بنفس الطريقة. نزيد ندير البنية، ومن بعد ندير البيضاء. يعني لازم تخلفوا باش يجيكم طبقات. وهذه الكرة الأخيرة. يعني هنايا العجينة تاعنا فيها 4 طبقات. ومن الأحسن تستعينوا بورق الزبدة، راح يسهلكم الخدمة. إذا ما عندكش ادهني الصينية تاعك بشوية زيت وديري العجينة تاعك عادي. هنا فتحتها كما راكم تشوفوا. ومن بعد درتها في الصينية نتاعي. قياس الصينية 30 على 24، ونحاول أني نسويها على قياس الصينية. هنايا راني درتها شوية أقل من القياس تاع الصينية، باش تجيني طالعة. بصح نتوما ديروها على قياس الصينية وراح تجيكم طالعة، لأنه جات طالعة ما شاء الله.
حاولوا تسقموا السطح نتاعكم، ما يبقاوش آثار الأصابع نتاعكم باش يجي السطح مستوي. أنا كنت شعلت الفرن نتاعي يسخن مليح ونديرو يطيب، كي يطيب من التحت ونتأكدوا إنه طاب من التحت وتحسوا إنه الجوانب حمارو، شعلوا من الفوق. وللتزيين عندي 2 ملاعق كبار نتاع مربى نتاع المشماش، زدتلو القليل من ماء الزهر ونخلطو، لازم نخففوه شوية هكذاك باش من بعد نشربو بيه الجاتو تاعنا يجي كأنه مشرب. هنا ثقبت الكروكي نتاعي كيما راكم تشوفوا، وندير هذاك المربى. هذا المربى راح يعطيله واحد الذوق ما شاء الله. بالأحسن ديروه، إذا ما عندكش تبقى التزيين اختياري. أيضا تقدروا ديروا التزيين بالشوكولا، يبقى اختياري. صراحة نفضل اللي بالمربى تجي أبن وأبن أحسن من اللي تكون بشوكولا. وهنا كتزيين تقدروا ديروا جوز الهند، تقدروا ديروا كاوكاو، تقدروا ديروا واش حبيتوا. انا درت كاوكاو اللي يكون محمص او ملحي كما راكم تشوفوا. وشوفوا النتيجة نتاعنا اللي تحصلنا عليها. هنا قسموها بهذه الطريقة، قسموها على النص وكل نص تزيدوا قسموها على نص، يعني نقسموا العرض اللي فيه 24 على 4. وأما الجهة اللي فيها الطول اللي فيها 30 نقسموها على 5. وشوفوا كيفاش تتقسم بكل سهولة تترعد. صدقوني يا البنات يجيه هشيش هشيش لدرجة ما تصوروهاش، يجي خفيف وأيضا يجي بنين. وأيضا طريقة التحضير نتاعو ساهلة ماهلة، ما يديش نهائيا الوقت. 20 دقيقة وانتي كملتيه ويبقى أطيب، أكيد يدي شوية وقت. وهنا شكلو شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. انا الغلطه تاعي اني كنت شعلت من الفوق والتحت مع بعضهم، بصح لا شعلوا من التحت باش يتنفخوا كامل الطبقات. انا هنايا كي شعلت من الفوق الطبقه اللي الفوقيه ما تنفختليش كما راكم تشوفوا. شوفوا الشكل تاعو جا ما شاء الله، جا خفيف. وانا نقسم لكم الحبه رايحين تشوفوا النتيجه اكيد بنفسكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بلا ما نوصيكم يا البنات انكم ديروا لي جيم للفيديو. الجيم راه يساعد انه الفيديو شويه يطلع. واللي مش مشتركه في هذه القناه تشترك وتفعل الجرس، راح ندير لكم ايضا فيها الوصفات وحدهم. نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.